السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في أول حلقة من سلسلة تعديل الصور الفوتوغرافية والتصوير الفوتوغرافي. في قناتي، قناة رسام سقراط، يعني قناة متعددة المجالات، لمن يحب الرسم والتصوير الفوتوغرافي أو التعديل على الصور الفوتوغرافية. يعني مجال في القناة مقسمة إلى مجالين: مجال لتعديل الصور الفوتوغرافية، ومجال تعديل الصور الفوتوغرافية والتصوير الفوتوغرافي، ومجال أيضا للتصميم، يعني في نفس المجال، تصميم وكل ما يخص الصور في مجال والرسم في مجال آخر. يعني الآن هذه أول حلقة أتحدث فيها بصوتي عن تعديل صور فوتوغرافية. هذه الحلقة أكرر بأنها حلقة سطحية فقط. سطحية يعني مثلا أريكم فيها بعض البرامج التي، يعني كما نقول، سر المهنة، بعض البرامج التي يستخدمها في تعديل الصور الفوتوغرافية الخاصة بي أو صور أشخاص آخرين. في هذه الحلقة سأريكم بعض البرامج الاحترافية، وفي الحلقات اللاحقة سوف أريكم كيفية العمل بكل برنامج، وهي يعني مرتبطة. مثلا هذه البرامج الأربعة الأولى هي كلها برامج مرتبطة. يعني إذا أردت العمل في صورة استخدم كل هذه البرامج الأربعة، غالبا استخدمهم كلها. البيكسارت، يعني برنامج هذا الأول الأزرق، برنامج معروف خاصة للأشخاص. دقيقة فقط أعدل اللمسة ثم آتي. الآن عدلت اللمسة، سنكمل حديثنا. قلت برنامج بيكسارت هذا أول برنامج هو احترافي، وغالبا الناس يعرفون هذا البرنامج، ولكن هناك من يجيد استخدامه، ولكن هناك من يظنه برنامج فقط عادي وانتهى الأمر. برنامج سناب سيد أيضا هو من برامج الاحترافية، ولكن هناك غالبية الناس يظنها برنامج تافه، أو يعني من برامج جوجل. هو برنامج جوجل يعني برنامج تافه، ولكن هو برنامج احترافي. افتر فوكس برنامج سري، أو هناك من يدري به، ولكن سري للغاية، لأنه من أساسي في تعديل صور فوتوغرافية، خاصة المصورة بالهاتف النقال، يعني بالبورتابل. وبرنامج اير بريش أيضا برنامج احترافي، كمان عند هذا البرنامج ولكن بلون أزرق، وأنا عندي باللون البرتقالي. هذا فقط تحديث للبرنامج. هذا البرنامج خاص لتعديل الصور الفوتوغرافية البورتري، يعني الخاصة بالوجه. يعدل يعني ترطيب البشرة، يعني نزع وشوائب من الوجه مثل الندبات والحبوب وإلى غير ذلك. وأيضا تصفية البشرة، قلت تلوين الوجه، وفيه بعض الخصائص أخرى تخص البشرة وتخص صورة البورتري. برنامج إيراسير هذا البرنامج يعني عندي منذ عام تقريبا، ولكن لم أعرف اسمه. يعني هو برنامج أيضا احترافي، هي كلها برامج احترافية. هذا البرنامج لديه عمل واحد فقط، وهو صغير الحجم. هذا البرنامج فيه فقط 4 أو 5 ميجا بايت. هو برنامج خاص، قلت لتعديل صور، قص صور، مثلا قص صورة عن خلفية، يعني جعل الصورة بصيغة جي بي ان، أو نعم. برنامج بورتريت بانتر هو برنامج احترافي بالفعل.
وهو برنامج يعني قليل ما يعرفه الناس، قليل ما يعرفه المصورون نفسهم، قليل ما يعرفه من يعرفه. وهو برنامج احترافي جدا، يعني مثلا يستعين به الخليج في صورهم، في صور التي نرى عليها. مثلا سأعطيكم مثال كي تفهموني بشكل واضح. مثلا سأعطيكم مثال حي. مثلا هذه الصورة، يعني هذا التزيت يعني للدهن الزائد. هذه مثلا مثل ال HDR، ما هذه HDR، ولكن هو يعمل تقريبا نفس هذا العمل، وبرنامج احترافي جدا. أعيد بأن هذا البرنامج لماذا لا يعرفه الغالبية؟ لا يعرفونه لأنه برنامج مدفوع يعني بالنقود. يمكنك تحميل هذا البرنامج من برنامج آخر واسمه APPVN، حروف APPVN أبيكا، يعني هو برنامج لتحميل هو ليس عندي الآن، تجدونها في جوجل. ادخل إلى جوجل وحمل هذا التطبيق. هو تطبيق لتحميل البرامج المدفوعة مثل ألعاب ضخمة مثل GTA San Andreas وGTA 3 وغيرها. المهم نحن يخصنا برامج تعديل الصور. هذه البرامج 6، وهناك برامج أخرى لتعديل، يعني في الحلقات القادمة سوف أشرحها، لكن سنبدأ خطوة خطوة. يعني لكل من يريد تعلم تعديل احترافية، مثلا صور عادية بهاتف عادي. أيضا من شروط هذا في قسم التصوير الفوتوغرافي، هذا قسم تعديل صور فوتوغرافية، يعني في قسم تعديل الصور الفوتوغرافية. سأعطيكم مثال حي شرح لهذه يعني مثلا من يريد جعل صورة مثل هذه يتابع قناة بشكل مثالي. يعني صورة مثل هذه صورة، وهي صورة معدلة. الصورة الأصلية هي هنا. بعيد لكي يصل لها. المهم المفيد، من يجعل الصور احترافية مثل هذه الصورة أو هذه الصورة التي مثال سابق، تلوين شعر، يتابع القناة بشكل يعني بشكل دائم، لكي وكل ما رأيت من اشتراكات في القناة، كل ما رأيتكم الكثير من الأسرار التي أعرفها في مجال تعديل الصور الفوتوغرافية. المهم برنامج بيكسارت ربما الحلقة القادمة سنبدأ به. يعني هناك حلقتين أو 3 وأبدأ بالريتاتش الذي قليل من الناس، يعني الريتاتش معروف فقط في الفوتوشوب. أنا يعني عملت في الفوتوشوب، ولكن أردت أن أضيف شيء في الموبايل أو الهاتف. المهم قلت سأوريكم العمل بكارت في حلقات سناب سيد مثله افتر فوكس واير بريش. بورتريت بانتا سنستحقه ليس بشكل كبير، لكن في بعض الصور فقط. وصور اللاعبين يفضل تعديلها بالبيكسارت، سناب سيد وافتر فوكس، واغلبية سناب سيد هو البيكسارت، وحتى اير بريش عفوا. المهم قلت هذا ما كان لدي في هذه الحلقة. آخر أتمنى أن أكون نسيت شيء. المهم من يريد تعديل الصور الفوتوغرافية فليتابع قناة بشكل يعني دائم، لكي يتمكن من وضع فيديو كل يوم.
سأنزل فيديو على اليوتيوب، سأرفع فيديو على اليوتيوب على قناة الرسام سقراط. الاشتراك من فضلكم، وإلى اللقاء.